إخوان والأخوات ساكنة الألفية، المكان هو معرض أسواق السلام بمدينة وجدة. الحدث الإخوان، هذا الحدث كبرنا معاه ملي كنا صغار، عايشناه، بمعنى أن هذا الشخص اللي أمامنا ولا هذا المنتوج اللي أمامنا هو منتوج تاع واحد الاسم كبير في وجدة، واللي رسم الاسم تاعو بغينا ولا كرهنا فوق السخ، واللي الجميع لجأ له، سواء مريض، سواء من اجل التجميل، سواء من اجل الزينه وغيرها. هذا الاسم كبير اللي هو عشاب سوس. الاخوان والاخوات ساكنه الالفيه، لا اظن ان شخص ما شاب كاهل متوسط العمر ما يعرفش عشاب سوس. عشاب سوس ابن المدينه، ترعرع معانا، كبر معانا، استفدنا منه لسنوات عديده، والان كيتواجد دائما نظرا لبساطته، ويبقى دائما في الخدمه تحت الساكنه شرفاء هذه المدينه العظيمه الضاربه في عقود التاريخ، كما هو ضارب في المهنه لعقود عديده تتجاوز 4 عقود. واللي كيعرض الان كيعرض من الانواع المختلفه نتاع العسل الحره الاخوان وزيت املو، ناهيك عن الاعشاب بمختلف انواعها. معنا السي بوجمعه اللي بغى يوضعنا في الصوره نتاع نوع المنتوجات اللي كيعرضها، ابتداء من العسل ثم املو وانتهاء بالاعشاب. فليتفضل مشكورا. مرحبا، السلام عليكم، سلام الجميع. عندنا عسل الزعتر ديال البلاد ديال تارودان، وعندنا عسل اعشاب ديال البلاد. سي بوجمعه بغينا شي ادويه تاع البرد مثلا. كاين اللي قلنا، كاين بروبوليس، كاين بروبوليس الخام، كاين بولين حبوب اللقاح، كاين العسل ديال الزعتر. هيا احسن عسل راه زعتر والدغموت هما الاحسن، فهمتني. وكنديروا الجينسينغ، كنديروا الخلطه. التجميل السي بوجمعه، بالنسبه للتجميل كاينين هادو اللي تنصح بهم بنات حوا بناتنا. الحوايج طبيعيين، كاين بحال صابون الهنديه، صابون حليب الاتل، صابون النيله، صابون الودعه، صابون العكل الفاسي، كاين الصابون ديال الكبريت، الامراض الجلديه، فهمتيني. وكاين بالنسبه للمور